السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اللي مفيش منكم؟ تعالى نعمل مع بعض النهارده كشري مصري على اصوله، بما ان في رمضان بقى والجو ساقع ما شاء الله. كشري محلات، جربي وان شاء الله مش هتندمي. هنجيب بصلتين كبار وهنحط عليهم شوية دقيق وشوية المعلقة هرمية نشا، ولو حابة تزودي برضو شوية نشا كمان زودي. طيب البصل ده اهم حاجة ان احنا لما نقطعه بقطاعة علشان يكون كله متساوي، لا في حتة تخينة ولا في حتة رقيقة، علشان لما يجي احطه في الزيت يبقى ايه، يطلع كله ناشف. هنخلط البصل مع الدقيق بحيث ان كل الدقيق والنشا يوصل لكل بصلايه معايا، لكل تقطيعه بصلايه معلش. هنيجي بقى جايبين زيت غزير، علشان الزيت ده انا هنستخدمه معايا في كل خطوه من خطوات الكشري. الزيت ده هيبقى هو الكينج بتاع الكشري بتاعي. هنفضل نقلب ونحط كميه بسيطه يا جماعه في الزيت، ما نحطش كتير علشان تاخد كلها لون، ما نكترش بحيث ان يبقى فيه كده ما ياخدش لون واحد، لا احنا هنحط حبه بحبه علشان يطلع معايا اللون واحد زي ما حضراتكم شايفين. هنيجي بقى على العدس بجبه، هننقعه ساعتين 3 قبل ما نشتغل ونحطه في الرز. وهنيجي برضو على اللهم صل على محمد، هنيجي على الحمص هننقعه برضو، وبعد كده هنعمل هنغليه بس ما نطيبهوش عشان ما ينهريش مني جامد يا جماعه، نطيبه بس خلي بالنا ما ينهريش مني جامد. هنيجي بقى على اول حاجه، واخدين شويه زيت من زيت البصل اللي احنا عاملينه، وهنحط فيه الشعريه. نقلب الشعريه كويس جدا لحد الشعريه ما تاخد معايا لون بني، لون بني، ويا ريت يكون غامق سنه زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. لو وصلتوا هنا لحد هنا صلوا على الرسول وتعليق ودعوة بالخير بالله عليكم. هنقلب كويس لحد ما تاخد معايا اللون اللي انا عايزاه، وهننزل معايا بالرز بتاعي، طبعا الرز مصري اللي احنا حاطينه هننزل بيه، وكمان هننزل بالعدس بالجبه. ده كل ده بعد ما اتصفى طبعا كويس هننزل بيه. طب التركايه اللي هنا ايه، ان انا هنقلب الكلام ده كله في الماده الدهنيه اللي هي كانت مع الشعريه، هنقلب كله كويس مع بعضه علشان الحبايه تكون مخاصمه التانية، وفي نفس الوقت يطلع مفرول معايا وجميل كده. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لازم يتقلب كويس يا جماعه. بعد كده هنحط شويه الملح بتوعي، وهنزود ميه تكون بتغلي، الميه تكون بتغلي علشان الحاجه ما تبوظش مني. طب نسبه الميه هتكون قد ايه؟ يا دوبك تغطي الرز بتاعي، يا دوبك تغطيه. طيب ممكن يطلع ني، لا انا هغلي وهدي، اغلي الحاجه وهديها بحيث ان هي تاخد وتدي معايا في الطياب. تعالى نعمل الدقه مع بعض. هنعمل ايه، هنجيب نص كوبايه ميه مغليه او دافيه وهنحطها، وهنحط معايا معلقه كزبره، وهنحط معايا معلقه توم، ونحط شويه كمون، وهنيجي بعصره ليمونه، وهنحط معايا نص كوبايه خل. نص كوبايه خل. بصراحه الدقه دي كانت خرافه، كانت خرافه بجد، جايبه لحد اخر الشارع ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الريحه كانت تحفه. هنيجي نعمل ايه تاني؟